الوصفات اللي هتكون معانا النهاردة بإذن الله هتكون جديدة ومختلفة كمان، ومنها الاقتصادي ومنها السريع والسهل زي ما اتعودتوا معايا في كل منيو. بحب انوع لكم دايما في السبع وصفات. السبع وصفات هيكون فيهم ان شاء الله وصفات جديدة، وكمان وصفات اقتصادية، وصفات سهلة وسريعة، وصفات بسيطة، وصفات بدون فرن. تعالوا نشوف وصفات ومنيو النهاردة ايه اللي ان شاء الله تلاقوا فيه كل طلباتكم. كالعادة وقبل ما أبدأ منيو النهاردة، أنا هلا أبو بكر. يا ريت ومن فضلكم تعملوا للفيديو لايك وشير. وتعالوا بينا نشوف أول وصفة معانا النهاردة هتكون إيه. أول وصفة النهاردة معانا هي مندي اللحمة. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده مندي الفراخ وكان ناجح جدا وطعمه في منتهى الروعة. بس عايزة أقول لكم إن مندي اللحمة بقى غلب كمان مندي الفراخ، حاجة في منتهى اللذاذة. يلا نقول بسم الله ونبدأ على طول. اول حاجه هجيب عندي طاسه او حله واحط فيها معلقه صغيره من السمنه. المطلوب طبعا ان الطاسه عندي هتكون سخنه جدا. هبدا انزل بقطع اللحمه، تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، ولكن خلوا تقطيعه اللحمه كبيره شويه زي ما انتم شايفين كده. انا اللحمه اللي كانت عندي لسه مش متقطعه قطعتها كبير زي ما انتم شايفين كده، ولكن كان في قطع صغيره فعادي مفيش مشكله. كل اللي هعمله في الوقت دوت ان هبدا ادي اللحمه صدمه زي ما اتعودتوا معايا، علشان تحتفظ بالعصاره بتاعتها جواها. بسيبها تاخد اللون الذهبي الفاتح من كل ناحية كده، وابتدي اقلب فيها. ولو لسه ما اخدتش بسيبها شوية كمان. طبعا انا نزلت بنص كمية اللحمة وبعد كده هبتدي اكمل. طبعا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي يفضل طبعا فيها اللحمه الضاني. طب لو مش موجود لحمه ضاني هستخدم لحمه عجالي زي ما انا استخدمت كده، ولكن برضو من المفضل يكون فيها نسبه من الدهون. بلاش اللحمه تبقى حمراء خالص. بتدي طعم احلى بكتير جدا جدا للمندي عندي. زي ما انتوا واخدين بالكم كده بدأت تاخد اللون الذهبي الفاتح من الناحيتين، وبدأت اخرجها بره الطاسة. ليه؟ علشان هبدأ طبعا اكمل بقية اللحمة بنفس الطريقة، وهبدأ بعد كده احط الكمية الباقية من اللحمة. وطبعا الطاسة برضو سخنة، وهبدأ اخلي اللحمة تاخد اللون الذهبي الفاتح من الجنبين زي ما عملت في الكمية اللي حطيتها قبل كده على طول. بالظبط كده بنفس الشكل ده. خلاص هبتدي انزل بقى بقيه اللحمه في الطاسه. هقول لكم ليه دلوقتي. طبعا هي كده ما استوتش، هي كده بدات تتحمر كده بس، وده المطلوب ان انا اديها اللون ده. بعد كده بقى هبتدي اضيف المنكهات او المطيبات عندي بصلايه او بصلتين متقطعين اربع، ورق لورا وحبهان. هبتدي احط الحاجات دي على اللحمه وهبتدي اديها تقليبه بسيطه، يعني حوالي دقيقتين 3 مش اكتر. بعد كده بقى اللحمه وصلت للون الجميل ده، هبتدي ازودها بشويه من الميه. والغرض هنا طبعا ان انا هبدا اسوي اللحمه يعني هسلقها. ولكن عايزه اقول لكم ان اللي عملته الخطوات اللي عملتها المسبقه يعني لتسويه او اضافه الميه خلت طعم وريحه اللحمه رهيب بعد السوى. عايزه اقول لكم وهي بتستوي اصلا هتشم ريحه رهيبه. سبتها ساعه على نار متوسطه مع التغطيه. طبعا بصوا اللحمه خلاص استوت ما شاء الله، وكانت زي الفل خلاص كده تمام. تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. طاسة عندي على النار وهبدأ أضيف فيها معلقة صغيرة من الملح. طبعا اللحمة بعد السلق ما هتطلعش لسه أي ملح. معلقة صغيرة من الملح وكمان شوية من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة برضو، وبرضو معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من عسل النحل. تمام كده. طبعا الطاسة سخنة جدا. هكون كمان اخده عندي ربع كوباية من الشوربة اللي اخدتها من تسوية اللحمة طبعا او من سلق اللحمة، وهبتدي اضيفها على العسل والتوابل اللي انا حطيتها، وهبتدي اقلب وهسيبهم مع بعض وياخدوا غلوتين 3 كده مع التقليب المستمر. وبس كده. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هبتدي انزل قطع اللحمة اللي بالفعل استوت سوا كامل في الصوص الحلو ده. الصوص ده طعمه حلو جدا. مش بس انا عايزاه صوص، لا انا عايزاه يدي لون حلو جدا للحمه. وطبعا اللحمه عندي هتشربه كله دلوقتي، هتشوفوا ازاي وهتشوفوا اللون الرهيب اللي الصوص ده هيديه للحمه دلوقتي. هبتدي اسيبه كده دقيقه او دقيقتين. كل المطلوب عندي ان انا هبدا الون اللحمه. يعني لما تبتدي تاخد اللون الذهبي الغامق من الناحيه الاولى هبتدي اقلبها على الناحيه التانية، وهسيبها تاخد نفس اللون الذهبي الغامق من الناحيه التانية. وده اللي انا عايزاه عندي في هوصل ليه يعني بشكل اللحمه. خلاص كده تمام. شايفين شكلها ما شاء الله يفرح. وعايزه اقول لكم ريحتها بقى في منتهى الروعه والجمال، حاجه اخر لذاذه بجد. هسيبها برضو على الناحيه التانية لحد ما تاخد نفس اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط.
تمام. هتاخد من يعني كل جنب وجنب هياخد دقيقة، دقيقة ونص بالكتير. في الوقت ده أنا مش مهدية النار ولا أي حاجة. بدأت أخرج اللحمة بعد ما أخدت اللون الحلو ده من الجنبين. أكيد طبعا شايفين إن الصوص عندي اختفى خالص، وده طبعا لأن اللحمة شربته كله. بصوا شكلها ما شاء الله جميل جدا. تعالوا بقى نحضر رز المندي اللي طعمه في حتة تانية بجد. حلة عندي على النار، هنزل ب3 معالق كبار من الزيت، وهنزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوليان، يعني شرايح رفيعة جدا. وهبتدي أقلب البصل لحد ما البصل يبتدي يدبل كده على بسيط. المنكهات عندي قرفة خشب، وكمان كزبرة، حصى، وطبعا اللومي اللي هو الليمون المجفف، ورق لورا، وحبهان. تمام. هبتدي اقلبهم كده دقيقتين 3 مع البصل، يا دوبك الريحه بتاعتهم تبتدي تطلع. وفي الوقت ده هكون مجهزه الرز البسمتي عندي ونقعاه لمده نص ساعه بعد ما غسلته كويس طبعا. هبتدي اضيفه على البصل، وهبتدي اديله تقليبه كويسه جدا. والغرض عندي هنا ان انا هبدا احمر شويه في الرز. طبعا النار عندي عاليه، وهبدا اقلب كده يعني لمده 5 دقايق في التقليب المستمر علشان الرز عندي يبقى مفلفل. هدي كمان الملح بتاعي، وكمان هدي معلقة صغيرة من الزنجبيل الناعم طبعا. ولو عندنا قرفة، لو عندنا ورق لوري او حبهان مطحونين على بعض نضيف معلقة، افضل من ان احنا نضيفهم صحيح، ولكن انا ما كانش عندي فاستخدمت الصحيح، ما فيش مشكلة، بس الافضل ان احنا نضيف مطحون اللورة والحبهان. قلبتهم كويس كده دقيقتين، وبعد كده هنزل عليهم بكوباية من مرقة اللحمة طبعا بعد ما استوت. كمان هزود شوية من المية، حوالي كوبايتين 3. المهم ان انا هغطي عندي الرز بعقلتين صباع من المية. تمام كده. اجمالي المية والشوربة عقلتين صباع فوق الرز. كمان هضيف كام قرن من الفلفل الحامي او البارد زي ما انتوا حابين. خلاص كده الرز بدأ يتشرب عندي. ضفت نقطتين من الجل، لون الوان الجل الاصفر. تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي، ولكن أنا عايزة أدي للرز لون حلو. أنا طبعا مش ضايفة كركم خالص. الرز لونه حلو وطعمه مميز جدا، مش زي الرز البسمتي العادي. كمان هضيف معلقة أو معلقتين كبار من الزبيب. هغطي عليه بقى واسيبه يستوي لحد ما يستوي عادي جدا، التسوية بتاعت الرز يعني. الرز كده عندي استوى. هبتدي اظبط الملح بتاعه وهديله تقليبه حلوه كده. شايفين اللهم بارك، مفلفل جميل، كذا لون في بعض كده، يعني حاجه تفتح النفس. يلا بقى نجيب اللحمة بتاعتنا بعد ما سويناها طبعا وظبطناها وحطيناها في الصوص، واخدت اللون التحفة قوي ده، وهنرصها فوق وش الرز. طبعا الحلة محطوطة على النار. النار عندي شمعة تقريبا يعني يعني هادية جدا. ضفت اللحمة كلها زي ما انتوا شايفين كده فوق وش الرز. وكمان في الوقت ده انا هكون مولعة فحمة، وهبتدي بقى ادي تدخينة حلوة كده للرز، طعم مدخن يعني بتفرق جدا جدا. اذا حابين تستغنوا عن الخطوة دي مفيش مشكلة، بس بجد هي بتخلي الطعم في منتهى الروعة والجمال. حطيت ورقة فويل وحطيت فيها الفحمة، وهبتدي بقى اطفيهم بشوية من الزيت. وبعد كده طبعا هبتدي اغطي الحلة عندي واسيبها مش اقل من 5 دقايق، وكده خلاص احنا خلصنا وصفة النهاردة. بصوا بقى الجمال، بصوا على شكل الرز وجماله ولونه، مفلفل جدا وجميل وحاجة يعني كده في منتهى الجمال. تقدروا طبعا تشيلوا المنكهات اللي احنا حطيناها زي اللومي والقرفة وورق اللورا والحبهان في الأول، أو تحطوهم براحتكم، يعني لكم الحرية المطلقة إن كنتوا حابين تشيلوهم في التقديم أو تسيبوهم موجودين. خلاص كده تمام. كل اللي هعمله بعد كده ان انا هبتدي اظبط الطبق بتاعي بقى زي ما انا عايزه واقدمه بالشكل اللي يعجبني. انا بحب احط الرز كده واحط اللحمه فوقيها، بتبقى شكلها في منتهى الروعه. الوصفه دي حلوه جدا يا جماعه. طبعا معروفه ان هي بتتاكل في المطاعم باسعار مبالغ فيها، لكن احنا عملناها في البيت بمنتهى البساطه والسهوله. وعايزه اقول لكم صدقوني الطعم احلى من اي مكان ممكن تاكلوه بره. جربوا تعملوها، وكمان جربوا تعملوها باللحمه الضاني، هتعجبكم جدا جدا. ويا ريت تقولوا لي رايكم ايه في الوصفه دي، لان طبعا احنا اول مره نعملها مع بعض. يلا بينا بقى نشوف تاني وصفه معانا في منيو النهارده هتكون ايه. عندي هنا كفته اقتصاديه بربع كيلو من اللحمه، واقل كمان نقدر نعمل كيلو من الكفته الاقتصاديه. طعمها حلو جدا، مميز جدا، بسيطه، سهله على البوتاجاز كلها. تعالوا نشوف بسرعه من غير كلام كتير عملناها ازاي. في الكبة عندي هبتدي اجيب بطاطسيتين كبار، اقشرهم واغسلهم كويس، اقطعهم مكعبات وهضيفهم عندي في الكبة.
كل اللي انا هعمله ان انا هفرم البطاطس دي فرم ناعم جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده بالظبط. هضيف بعد كده بصلايه متقطعه 4، وكمان 2 أو واحدتين من الفلفل الرومي متقطع 4، حزمة من الكزبرة أو البقدونس يعني، أخدة الأوراق بتاعتها بس مش العروق، قطعتها وضفتها مع الخضار أو مع البطاطس والبصل والفلفل. وكمان عندي كام فص من التوم، حوالي 7-8 فصوص من التوم قطعتهم شرايح. هبتدي بقى اخد الخليط ده وهفرمه كويس جدا جدا كله مع بعضه مع البطاطس طبعا. كمان هضيف 2-3 كبار من البقسماط الناعم، وكمان عندي كيس من خلطة البهارات بتاعت الكفتة، أي نوع بهارات كفتة تقدروا تضيفوه يعني. كمان معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الثوم البودر، وكمان عندي معلقة من البصل البودر، ومعلقة من البابريكا. ودي كانت عندي التوابل، ومعاهم معلقة من السبع بهارات. كمان هضيف عندي حوالي 4 معالق كبار من الدقيق. خلاص كده تمام. هبدأ اخد كل المكونات دي، وكمان عندي معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر وشوية من الملح، ما نزودش الملح. هخلط كل ده كويس جدا خلط ناعم. تمام، ده الخضار عندي كده بالشكل ده. طبعا الخضار لما اتخلط عندي نزل شوية من المية، هقول لكم نحل المشكلة دي دلوقتي ازاي. وبعد كده هبتدي اضيف اللحمه بقى بتاعتي. انا هنا مستخدمه 200 جرام بس من اللحمه المفرومه. خلطت كله كويس قوي قوي مع بعض. ليكوا ان انتوا تصفوا الخضار قبل ما تضيفوا عليه اللحمه من الميه، يعني في اي مصفى او منخل. وليكوا ان انتوا تعملوا زي ما انا هعمل دلوقتي كده. وده الاختيارين اللي هنتغلب بيهم على الميه اللي نزلت من الخضار لما اتخلط معانا. انا كل اللي عملته ان انا ضفت 2 كبار من البقسماط، تقدر تضيفي بقسماط او فيجيتار او دقيق، 2 كبار منه. احنا مش عايزين العجينه تبقى يابسه، ولكن انا هضيف كده بس تتماسك شويه، وهسيبها في التلاجة تريح لمده ساعه. العجينه عندي هتكون بتلزق شويه، مفيش اي مشكله، ما نقعدش نضيف في دقيق او بقسماط لحد ما تبقى يابسه وجامده. كل اللي انا هعمله ان انا هبدا ابل ايدي بالزيت من الناحيتين، وهاخد العجينه وابتدي اكورها كده كور متوسطه، وبس كده. سهله في التشكيل جدا، وزي ما انتوا واخدين بالكم ما بتلزقش في ايدي ولا اي حاجه بعد اضافه الزيت، مفيش اي مشاكل في التعامل معاها. هنكورها او هنشكلها صوابع كور زي ما انتوا حابين. عملت الكميه، تعالوا نشوف التحمير بقى. عندي هنا حوالي يعني ربع كوبايه من الزيت. هبتدي اضيف عندي الكفته زي ما انتوا واخدين بالكم، الزيت عندي مش مغطي نص الكفته ولكن لامس النص التحتاني بس. ههدي النار جدا لان انا عايزه الكفته هنا تاخد اللون الذهبي الغامق الحلو من الناحيتين وفي نفس الوقت تستوي. طيب لو النار عالية هتاخد اللون الذهبي الغامق من الناحيتين، ولكن مش هتكون مستوية من جوه، وهتكون عجينة من جوه. نخلي بالنا من النقطة دي. عشان كده انا بهدي النار خالص وبسيبها براحتها خالص تستوي لحد ما اوصل للون الذهبي الغامق من الناحيتين. وفي الوقت ده هتأكد ان الكفتة عندي مستوية 100% من جوه. كل اللي انا بعمله قدام حضراتكم كده زي ما انتوا شايفين، بقلب الكفتة على الناحية التانية عشان تبدأ تاخد نفس اللون. هسيبها براحتها تاخد نص ساعة ربع ساعة لحد ما تاخد اللون الحلو ده قدامكم، وبعد كده تكون كمان استوت. وهبتدي اخرج الكمية دي وابتدي اكمل بقيه الكميه. زي ما انا قلت لكم هي ما شاء الله عملت معايا كميه كبيره جدا، الربع كيلو لحمه والاقل كمان عمل معايا كيلو كفته واكتر على فكره. زي ما انتم شايفين اخدت اللون الحلو ده خلاص كده تمام. ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. وفي الوقت دوت مفيش جدال ولا شك ان الكفته عندي من جوه مش مستويه ابدا. الكفته عندي مستويه سواء كامل 100% يعني. خلاص شلت الكفته. يعني نقدر ناكلها كده، نقدر ناكلها كده بعد ما نطلعها من الزيت مباشره، مفيش اي مشكله لان هي مستويه 100% زي ما قلت لكم. ولكن انا هعمل لها تتبيله كده هتشوفوها، او صوص حلو كده يعني هندلعها شويه. هبتدي احط بقيه كميه الكفته تاني، وهشتغل بنفس التكنيك ان انا هوطي النار جدا وهسيبها تاخد اللون الذهبي الغامق من الناحيتين، وبعد كده هخرجها. بس كده هي دي الكمية كلها وتقدر ناكلها كده. ولكن تعالوا نكمل الوصفة. في نفس الطاسة بعد ما اخرج الكفتة كلها هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هبتدي احمر الثوم يا دوبك اشم ريحته، وهبتدي انزل ببصلايه متقطعه جوليان، يعني متقطعه شرايح رفيعه جدا. هبتدي انزل بيهم وهبتدي اقلبهم مع بعض يا دوبك البصل يدبل مع الثوم. تمام كده. الوقت ده هاخد فيه قد ايه؟ يعني مش اكتر من 2-3 بالكتير قوي. بعد كده هبتدي اضيف 2 معلقة كبار من صلصة الطماطم، وكمان 2 معلقة
كبار من صوص الصويا او صلصة الصويا الغامقة. هسيبهم مع بعض يتسبكوا. بعتذر طبعا الوقت ده ما صورتش، ما كنتش فاتحة الكاميرا يعني. وهسيبهم مع بعض يتسبكوا يعني دقيقتين بالكتير قوي، هيكونوا متسبكين وبالجمال ده. بعد كده هبتدي انزل بقى بالكفتة بتاعتي كلها. كل اللي انا هعمله ان انا هسيب الكفتة مع الصوص الحلو ده حوالي 5 دقايق على النار. هقلب تقليبة محترمة كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها حوالي 5 دقايق على النار. هتكون اتشربت من الصوص الحلو ده. وبس كده. عايزه اقول لكم ان انا زي ما قلت لكم كده بجد هي تتاكل لوحدها من غير اي صوص لما حمرناها في الاول. رهيبه. ورهيبه اكتر واكتر لما حطيناها في الصوص. يعني هي بجد بكل الطرق والاشكال هي تحفه. مش بس اقتصاديه يا جماعه، لا، من الاكلات الاقتصاديه الحلوه جدا جدا جدا. تقدروا تاكلوها بقى جنب رز، جنب مكرونه. ولكن انا نصيحه مني يعني بالعيش الفينو سندوتشات بتبقى حلوه جدا جدا جدا. بما اننا داخلين على مصايف بقى وكده، فنقدر نجهزها اصلا في الفريزر محمره يعني، وناخدها معانا ونعمل لها الصوص البسيط ده وقت التقديم. يلا بقى الوصفه اللي بعد كده، وهي سندوتشات السجق المدخن. انا مختاره لكم كده كام وصفه اقتصاديه شويه في وسط المنيو، علشان طبعا المصايف والتمارين والالتزامات اللي بتكون عندنا في الصيف اللي ما بيكونش فيها قاعدين في البيت فعلا. السجق المدخن بيجي بالمنظر ده كده. بشتريه من اي سوبر ماركت، وبفتح بس اللي انا هستخدمه، بفك الاسترتش راب من عليه، وببتدي اقطعه كده قطع رفيعه. ما بفكش الاسترتش راب او البلاستيك اللي بيكون موجود عليه ده غير من على الجزء اللي انا هستخدمه وبس. الجزء اللي هستخدمه بس هو اللي بفك عليه البلاستيك اللي موجود عليه. بقطع قطع كده تكون متوسطة الحجم، مش سميكة قوي مش رفيعة قوي. هقطع الكمية كلها اللي هستخدمها بنفس الطريقة وبنفس الشكل. تمام جدا. يلا نشوف التسوية الأبسط منها. مفيش طاسة على النار، وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهنزل فيهم بمعلقة من البصل البودر، ومعلقة من الثوم البودر، وكمان معلقة من البابريكا. البهارات عندي بسيطة جدا. وعندي كمان معلقة صغيرة من الزنجبيل. وعندي 2 كيس من الصلصة او معلقتين كبار من صلصة الطماطم. بصوا هي دي التتبيله البسيطه جدا. عايزه اقول لكم بس التتبيله دي بتطلع لي طعم احلى من اللي بناكله بره في اي مكان. بجد كلنا عارفين في اماكن مشهوره بالسجق ده، ولكن في البيت هتعمليه بنفس النتيجه ان شاء الله. بس جربي الوصفه دي. كل اللي هعمله بعد كده ان انا هبتدي اقلب المكونات دي كويس قوي، وهسيب الطاسه عندي او التسبيكه دي عندي دقيقتين 3 على النار. هتتسبك وبكده الخلطه هتكون جاهزه. بس هحط لها كمان شويه من الشطه، كلنا عارفين بناكله بره يكون سبايسي. لو حابين تستغنوا يعني عن الشطه مفيش مشكله، ولكن لا، جربوه بالشطه هيعجبكم جدا. فلفل اسود كمان. قلبوا بقى كويس زي ما انتوا واخدين بالكم. خلاص الصلصه اتسبكت قوي. هبتدي اضيف عليها بقى يعني كوبايتين او كوبايه كبيره على حسب الحجم اللي عندي او كميه السجق اللي عندي من الميه. يعني لو عندي مثلا كميه زي اللي عندي كده، انا ضفت عندي كوبايتين. هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كويس. وبعد كده كل اللي انا هعمله ان انا هبتدي انزل عندي بالسجق بتاعي في التسبيكه دي او في الصلصه دي. هسيب السجق بعد ما انزل بالكميه كلها. هسيب السجق عندي يعني هياخد ربع ساعه او نص ساعه بالكتير. طبعا ما بياخدش وقت اصلا. ولكن انا هعرف منين ان هو استوى؟ مش بس التسبيكه هتقل وتتسبك كده وتبقى لازقه عليه، لا كمان وحدات السجق هتبدا كده تتني بسيط، وهيكون كده استوى. عشان كده قلت لكم خلوا السمك بتاع السجق مش رفيع قوي ومش تخين قوي، يعني يكون وسط، علشان يكون محمل كده ما يتحرقش معاك وفي نفس الوقت يستوي بسرعه. بصوا الجمال بقى. هاتوا بقى العيش الفينو واعملوه سندوتشات بالهنا والشفا عليكم. طبعا اكله سريعه واقتصاديه وبسيطه وتنفعنا جدا جدا في وقت المصيف. ان شاء الله يعجبكم. جربوا الوصفه دي. هتحسوا ان انتوا بتاكلوه عند اي مكان انتوا فعلا بتحبوا تاكلوه منه بنفس الطعم بالظبط. ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، وهي وصفه لصدور الفراخ. يعني لو عندك صدور فراخ بلاش تعمليها بانيه ولا شاورما، هاتيها وتعالي شوفي الوصفه دي، علشان دي وصفه بجد من الاخر. انا عندي صدرين من الفراخ غسلاهم كويس جدا 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 ومنشفاهم طبعا. هبدا اخد كل صدر كده وهقطعه نصين او 3 على حسب حجم الصدر عندي. يعني لو الصدر سميك زي الصدر اللي موجود عندي ده، هبتدي اقطعه 3
3 شرايح يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده يعني هاخد نفس الصدر التاني، طبعا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا حابين، لو عندكم صدرين 3 4 اشتغلوا بنفس الطريقة ان شاء الله. كل اللي انا هعمله بعد ما قطعت الصدور هبتدي اخدها بقى شرايح طولية، يبقى انا مسكت الصدر كله قطعته 3 شرايح بالعرض كده متوسطين السمك على حسب حجم الصدر عندي. وبعد كده هبتدي اقطع شرايح طوليه زي ما انتوا شايفين كده، تكون متوسطه الحجم، يعني مش سميكه قوي ومش رفيعه قوي. اخلص كميه الفراخ اللي عندي كلها بنفس الشكل. نيجي بقى للتسويه، طريقه حلوه كده ولذيذه وجديده. عندي معلقتين كبار من الزيت، وطبعا الطاسة عندي هتكون سخنة جدا، وتعودنا على كده مع بعض في الفراخ او في اللحمة. هبتدي انزل بقى بكمية الفراخ، نخلي بالنا بس عشان ما يكونش فيها مية ولا حاجة، نكون مصفينها كويس قوي. هبتدي اسيبها تاخد صدمة كده وتبدأ تاخد اللون الذهبي الغامق من اول ناحية، وهنبتدي بعد كده نقلب فيها. كل اللي انا بعمله بس ان انا يعني بفرطها كده او يعني بفردها في الطاسة علشان تبتدي تاخد اللون الذهبي براحتها، خلاص عشان ما تكونش حاجه يعني فوق حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بدات تاخد اللون ده اهو، ده اللي انا عايزاه يعني، ده المطلوب. تمام جدا. اخدت معايا قد ايه في الوقت دوت كده عشان توصل للون ده؟ يعني حوالي 7-8 دقايق. بعد ال7-8 دقايق ببدا اقلبها. اخدت اللون الذهبي الحلو ده من الناحيتين. هبتدي بقى اجيب طبق كده واخرج فيه الفراخ عشان هكمل بقيه الوصفه عندي في نفس الطاسه. خلاص خرجت الكميه كلها من الفراخ زي ما انتوا شايفين اللون اللي اخدته. هبتدي بقى كمان انزل عندي بمعلقه كبيره من السمنه. طبعا انا كنت حاطه في الاول زيت، معلقه او معلقتين كبار من السمنه. هنزل كمان ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره. هبتدي اقلب البصل كده مع الماده الدهنيه اللي انا كنت حطاها، اللي هي طبعا بواقي الزيت والسمنه اللي عندي. كمان هنزل بمعلقتين كبار من الدقيق وهقلب كويس جدا جدا. وفي الوقت ده طبعا لازم اخلي الدقيق يختفي ويستوي، يعني هديها حوالي 5 دقايق على نار متوسطه. الدقيق عندي هيكون اتقلب كويس وهيكون استوى كمان زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تمام جدا. هبتدي بعد كده بقى اضيف بقيه الاضافات عندي، بوسع كده شويه يعني في الطاسه، وهنزل بمعلقتين من صلصه الطماطم. هبتدي بقى اقلب الصلصه مع البصل كويس يعني، وهسيبهم مع بعض كده حوالي دقيقه او دقيقتين بس يتسبكوا. تمام جدا. خلاص كده هبتدي انزل كمان بكوبايه كبيره من الحليب. طبعا الصدور اللي هنعملها هي صدور الفراخ بالكريمه، ولكن من غير كريمه ولا اي حاجه. كوبايه من اللبن بس. الكوبايه اللبن هنا عندي تكون بارده. نزلت بيها وقلبتها كويس قوي قوي، وكمان ضفت كوبايه من الشوربه، شوربه الفراخ. لو ما عندكوش حطوا مكعب مرق وكوبايه من الميه. خلاص كده تمام. قلبت كويس قوي. في الخطوه دي لازم اقلب كويس قوي بعد اضافه الدقيق الشوربه واللبن، علشان مش عايزه الدقيق يتكلكع معايا ولا يعمل اي تكتلات خالص. تمام. فايدي فيها على طول لحد الغليان. بعد اضافه الشوربه واللبن ايدي فيها لحد الغليان. نفس التكنيك هتبعه طبعا لو هضيف مكعب من المرق وكوبايه من الميه. كمان هضيف عندي معلقه صغيره من التوم الباودر بس، مش هضيف توابل تاني. الوصفه دي بسيطه وسهله، الصوص بتاعها مميز جدا وحلو جدا. هسيبه كده يبقبق مع بعض وكده يعني حوالي 2-3 دقايق بعد الغليان كده. بعد كده هبتدي انزل عندي بشرايح الفراخ اللي هي كانت بالفعل مستويه نص سوا من التحمير اللي حمرته لها في الاول. هبتدي كمان اضيف بقى، اسيبها تستوي خالص وهضيف الملح. مش هضيف الملح لما تستوي خالص. خلاص. بعد ما ضفت الملح سبتها كده حوالي 10 دقايق على النار. عايزه عندي الصوص يركز ويتقل وبس كده، وطفيت عليها شويه رز بقى بشعريه وقدموا الفراخ. الصوص بتاعها يهبل يا جماعه، بجد حلو جدا جدا جدا. فلو عندكم صدرين فراخ كده ومحتارين فيهم، بلاش ابدا تعملوهم بانيه. يلا هاتيهم واعملي بيهم الوصفة دي، لانها بجد جميلة، بسيطة وسهلة وسريعة وكمان مميزة وجديدة. فاحنا بنبقى عايزين نجدد دايما، لان احنا بجد بنزهق من الاكلات التقليدية. اعملوها هتعجبكم جدا على ضمانتي، لان هي بجد مميزة. تقدروا برضو تعملوها سندوتشات، هتبقى برضو في منتهى الروعة والجمال. يلا بينا بقى نشوف الوصفة اللي معانا بعد كده هتكون ايه. فطير مشلتت بدون عجن، بدون فرن، بدون خبز، وكمان وصفة اقتصادية جدا جدا جدا. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي.
اول حاجة عندي المادة اللي هستخدمها للتوريق، وهي ربع كوباية من السمنة وعليها كوباية من الزبادي. هضيف الزبادي على السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اقلب كويس جدا الزبادي مع السمنة. عايزة اقول لكم الطريقة بسيطة وسهلة، وزي ما قلت لكم من غير فرن ومن غير اي حاجة، يعني هي بجد بسيطة جدا، من حلاوتها هتعملوها على طول لان هي بسيطة جدا. صينية عندي تكون ما تقلش مقاسها عن 24، يعني يا ريت تكون 30 واكتر كمان مفيش مشكلة. هديها دهنة كويسة جدا من السمنة، وبعد كده هبتدي اجيب نص كيلو من الجلاش او لفه من الجلاش اللي بتكون نص كيلو. اهم حاجه الجلاش يكون صبح وحلو كده. باخد اول ورقه واحطها بشكل عرضي، بقى بعد ما اقسمها نصين طبعا احطها بشكل عرضي في الصينيه. وبعد كده هبتدي اقلب الماده بتاعه التوريق، وهدهن ورقه الجلاش كويس جدا. هاخد تاني ورقه وهقسمها نصين برضو واحطها بشكل طول، يعني هحط ورقة عرضية وورقة طولية، وهقلب مادة التوريق كويس قوي، وهقلب او هدهن الورقة التانية من الجلاش. وبعد كده هبتدي اجيب بقى ورقة ورقة من الجلاش احطها كده زي ما انتوا شايفين، واخرج حروف الورقة بره الصينية عندي، وهدي بين كل ورقة وورقة دهنة كويسة قوي عندي من الزبادي والسمنة. ودي المادة اللي بتخلي عندي الجلاش يورق ويطلع لي فطير ولا اروع من كده. هبتدي اشتغل بنفس الشكل لحد ما اوصل تقريبا يعني لنص لفة الجلاش. تعالوا نشوف بقى الحشوة بتاعتنا الاقتصادية جدا. عندي طماطم متقطعة مكعبات، فلفل رومي مقطع مكعبات، عندك لانشون، بسطرمة، آه سوسيس. اي حاجة عايزة تضيفيها في الحشوة عندك موجودة ضيفيها. انت ممكن تلملمي فيها بواقي التلاجة، زيتون، جبن، اللي عندك حطيه. ولكن لو هنحط لحوم، لو هنحط مشروم، لو هنحط جمبري، لو هنحط فراخ، طبعا لازم يكون مستوي. كمان هحط جبن، اي جبن عندك عايز تحطيها حطيها. قلبي كل اللي عندك ده كويس قوي، ويلا بقى على الصينية بتاعتنا الحلوة دي وهنفرده. هبتدي افرده كده زي ما انتوا شايفين، وبس كده. بصوا السهولة والجمال، وبصوا الحشوة قد ايه اقتصادية وبسيطة وسهلة كمان. وزعته كويس زي ما انتوا شايفين. هبتدي اجيب بقى بقية ورق الجلاش، وزي ما عملت في بداية الصينية هعمل دلوقتي. هاخد ورقة من الجلاش هقسمها نصين، يعني هتنيها نصين، وهحطها بشكل عرضي فوق الحشوة بتاعتي، وهقلب مادة التوريق كويس واديها دهنة محترمة. والورقة التانية هتكون طولية وهعمل فيها نفس اللي عملته في الورقة العرضية. هديها دهنة كويسة جدا من مادة التوريق. وبعد كده هبتدي اكمل الصينية بنفس الشكل. ورق الجلاش هدهنه كويس، هخرج الحروف بتاعتي بره الصينية، وهدي حتى كمان الحروف دهنة كويسة قوي لحد ما اوصل لاخر لفة الجلاش. ولكن يتبقى معايا 3 ورقات زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. انا بشتغل كل لفة الجلاش بنفس الشكل وبنفس الطريقة لحد ما الاقي فاضل 3 ورقات. بعمل ستوب كده وهقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده تمام. بس كده. طبعا انا دهنه كويس قوي 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 بالماده بتاعتي، وما تقلقوش الماده يعني الماده اللي انا عملتها دي او الكميه اللي انا عملتها تكفيني كويس قوي. باخد بعد كده الاطراف بقى اللي انا مطلعاها بره الصينيه، وبحطها جوه على الجلاش، وهبتدي اديها كويس قوي دهنه من الماده الدهنيه بتاعتي او ماده التوريق بتاعتي او خليط التوريق. بس كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى لل3 ورقات اللي شيلناهم على الجنب كده، وهبتدي اجيب ورقة منهم وهبتدي احطها على الجلاش، وهرفع حروف الجلاش او الفطيرة بتاعتي، وهنزل الورقة تحتيه. وده طبعا هيخليه الفطيرة عندي محكمة جدا، لان احنا هنسويها على البوتاجاز وماسكة نفسها كده وخلاص، هي فطيرة شرقي ما فيهاش كلام. وطبعا بين كل ورقة وورقة هدي نفس الكمية من الدهان الحلو ده. ولو عندكم ورقة متقطعة زي عندي كده مفيش اي مشكلة، حطوها مش هتقول اي حاجة يعني عادي. اهم حاجة بس ان احنا نفردها كويس، وابتدي اخد الحروف بتاعتها واحطها تحت الفطيرة كده. كمان هديها دهنة حلوة قوي من المادة الدهنية بتاعتي. وبعد كده هبتدي اجيب بقى اخر ورقة عندي، وهبتدي اقفل الصينية بتاعتي كويس قوي. يفضل طبعا ان اخر ورقة تكون سليمة. خلاص كده تمام. الصينية بتاعتي جاهزة. هديها كمان دهنة حلوة قوي من المادة بتاعتي. خلاص كده تمام. تعالوا بقى نشوف التسوية البسيطة جدا. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الصينية دي هرفعها عندي على نار متوسطة، وهغطي عليها. انا مغطية بصينية تانية لان ما كانش عندي الحجم ده من الغطيان يعني للصينية. هسيبها على نار متوسطه كده. اول ما ابدا اهزها وتتهز معايا معناها كده ان هي استوت من اول ناحيه. هبتدي اقلبها ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، وهرجعها تاني للصينيه. نقدر ندي للصينيه دهنه من السمنه
لو حاسين ان السمنه قليله، ولكن انا كان عندي الدنيا تمام مفيش مشكله، حطيت الفطيره بتاعتي على طول وهرجعها تاني على النار لمده ربع ساعه. اخدت في اول جنب يعني ربع ساعة، وتاني ناحية اخدت برضو ربع ساعة، وكانت طالعة بالجمال ده. بصوا بقى على الجمال، وقد ايه هي مورقة من جوه. هي كانت سخنة جدا طبعا، بس مورقة جميلة، فطيرة شرقية في منتهى الروعة، اقتصادية جدا جدا، هتعجبكم بجد لانها تحفة. وزي ما انت شفتوا سهلة وسريعة وبسيطة. تعالوا بينا بقى على الوصفة اللي بعد كده، وهي هتكون معايا الكبدة البانيه. ازاي الكفر بتاعها او الطبقة الخارجية ما تفكش ابدا، ازاي تطلع مقرمشة من بره وطرية من جوه. خطوات بسيطة جدا، يلا نشوفها. عندي نص كيلو من الكبدة، انا مقطعاها شرايح وسط، تقدري تخلي الجزار يقطعها لك، بس لو هتقطعيها في البيت يا ريت تجمديها الاول شوية وبعد كده تقطعيها عشان تقدري تتحكمي فيها وتكون بسيطة وسهلة معاكي ما تضايقكيش. تعالوا بقى نحضر تتبيله بسيطه جدا للكبده، وهي عندي معلقتين كبار من عصير الليمون، وعليهم كمان معلقتين كبار من الخل. تتبيله الكبده بسيطه جدا يا جماعه. شويه من الكمون، وكمان عندي شويه من الفلفل الاسود، معلقه من الثوم البودر، وكمان معلقه من البصل البودر. بصوا بقى التتبيله مفيش ابسط من كده. وطبعا هنحط شويه من الملح ولكن ما نكترش، علشان ما تبقاش حادقه، ما تبقاش لطيفه ابدا الكبده لو ملحها كتير. هبتدي اقلب الكبده كويس قوي قوي في التتبيله دي، وهسيبها مش اكتر من نص ساعه. مش اكتر من نص ساعه في التتبيله دي. تمام كده تمام. يلا بقى نشوف الطبقه الخارجيه اللي هوعدكم ان هي عمرها ما هتفك معاكم ان شاء الله. عندي كوبايه من الرده الناعمه، ولكل كوبايه من الرده الناعمه بضيف عليها نص كوبايه من الدقيق، وكمان عندي نص كوبايه من النشا، نشا الذره العاديه بتاعتنا. وهبتدي اقلب كويس جدا الدقيق مع النشا. بس كده. الطبقة الخارجية ما فيهاش أي افتكاسة ولا فيها حاجات غريبة، ولكن الطريقة دي أو المقادير دي هتخليكي تاخدي طبقة في منتهى الروعة والجمال، عمرها ما هتفك. كل اللي أنا هعمله إن أنا هبتدي آخد بقى شرايح الكبدة وأحطها كده في الطبقة بتاعتي أو في التتبيلة بتاعتي الحلوة دي، وهبتدي اضغط عليها كويس واحده ورا التانية، وهبتدي كده احطها على جنب لحد ما اخلص الكميه كلها. اظن مفيش ابسط ولا اسهل من كده. التتبيله بسيطه جدا، والطبقه الخارجيه كمان مفيش ابسط منها ولا اسهل منها. بس عايزه اقول لكم ان بالتتبيله البسيطه جدا والطبقه الخارجيه البسيطه جدا هي كمان هتحصلوا يعني على كبده بانيه آه، احلى من اي مكان كلتوه فيه. وكفايه ان انتوا اللي جايبين الكبده بنفسكم ومتأكدين من مصدرها ايه، وكمان عاملينها بايدكم في البيت. خلصت الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، بضغط طبعا على الكبدة كويس. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي. طاسة عندي على النار، مش لازم يكون الزيت غزير قوي ولا حاجة، اهم حاجة ان الزيت عندي يكون سخن بالدرجة الكافية يعني سخن كويس كده، يعني مش دافي ولا فاتر، لا سخن جدا. يعني انا نزلت اول واحد حسيت ان الزيت مش سخن قوي، فاستنيت دقيقة كده وبعد كده نزلت بقيت كمية الكبدة. تمام. بعد ما هضيف الكبده كلها ههدي النار شويه، هنزل بحراره الزيت شويه، لان انا مش عايزه الكبده من عندي من بره تتحرق وهي من جوه لسه ما استوتش. عايزه اقول لكم كمان ملحوظه مهمه جدا، ان الكبده يا جماعه عندي مش بتحب النار في اي طريقه. اي طريقه هتعملي بيها الكبده وهتزودي تسويتها على النار هتديكي نتيجه سيئه جدا، هتقلب معاكي بالعكس، لان الكبده هتنشف وهتشد وهتديكي نتيجه ما انصحكيش تعمليها اصلا لو هتزودي عليها النار. كل اللي انا بعمله ان انا بخلي الكبده يعني حوالي 5 دقايق على الناحيه دي و5 دقايق على الناحيه التانية، ممكن بالكتير قوي 7 دقايق لو عايزاها تبقى مستويه يعني سوا بضمير. لكن اكتر من كده لا بلاش، هتنشف وتشد مش هيكون الطف حاجه ابدا. خلاص هتاخد اللون الحلو ده من الناحيتين زي ما قلت لكم، انا مهديه النار. خلاص كده هي تمام. اصفيها بقى واخرجها، وانصحكم بلاش تخرجوها على مناديل مطبخ، لان هي هتزيت الطبقه اللي هتحط على المنديل، هتزيت مش تبقى لطيفه ابدا. ولكن خرجوها على اي شبكه عندكم، يعني شبكه شوايه، اي شبكه عندكم هتصفي الزيت كويس قوي. وده استخدموه عموما لاي حاجه بتقلوها، سواء بانيه او كبده او جمبري او اي حاجه هتقلوها، كنتاكي، اي حاجه، فراخ مقرمشه، اي حاجه تقلوها استخدموا نفس الطريقه. سويت الكبده كلها بنفس الشكل وبنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، طالعه اللهم بارك لون رهيب، مستويه سوا جميل جدا جدا، طريه من جوه، عليها طبقا بتقرمش كده من بره، حاجه في منتهى الروعه. جربوها بالطريقه دي وهتدعوا لي بجد وقولوا لي رايكم ايه. لو كنتوا جربتوها قبل كده وشفتوها قبل كده قولوا لي رايكم ايه. ولو بتعملوها بطريقه تانية حلوه برضو يا ريت تقولوا لي الطريقه بتاعتكم هي ايه بالظبط. يلا بينا بقى
على الوصفة الأخيرة معايا في منيو النهاردة، وهو هيكون كده طاجن برضو بسيط وسريع. أنا بحاول أجيب لكم كل الأكلات البسيطة السهلة اللذيذة اللي نقدر نعملها وإحنا خارجين، أو إحنا يعني مشغولين في مصيف أو أي خروجة. تعالوا بقى نشوف. أنا عندي هنا كيلو من البطاطس مقشراها وغسلها كويس جدا. هبتدي أخدها كده وأقطعها قطع سميكة شوية، يعني زي ما انت حابة قطعيها، ولكن تكون المكعبات سميكة. خلاص خلصت كمية البطاطس كلها، هقطعها بنفس الشكل. البطاطس عندي جاهزة. تعالوا بقى نحضر تتبيلة حلوة قوي كده، وهي هتكون عبارة عن بصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعة، وعليها حبيتين او واحدتين من الفلفل الرومي متقطع جوليان برضو، وعليها معلقة من التوم البودر، وعليها كمان معلقة من الكمون، وشوية من الفلفل الاسود. تقدروا تحطوا كزبرة كمان، معلقة من السبع بهارات، وكمان عندي معلقة كبيرة من الثوم. دي كانت عندي التوابل. هبتدي بقى اقلب كويس جدا، والبصل عندي هنا هبدأ اقلب فيه كويس مع التوابل والبهارات لحد ما يبتدي يدبل شوية. تمام جدا. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم اصلا في الوقت ده هتشموا ريحه حلوه جدا جدا للخضار. هاخد بقى الخضار بتاعي ده وهبتدي اروح عندي على البطاطس، وهنزل بيه كله على البطاطس، وهديله تقليبه كده مع البطاطس كويسه. طبعا نقدر نحط البطاطس عليه يعني على الخضار ونقلب، او تعملوا زي ما انا عملت كده، الاسهل بالنسبه لكم عادي يعني. كله متاح، كله متاح عندنا في المطبخ يا جماعه، مفيش حاجه مستحيله. قلبت كويس خلاص كده تمام. اهم حاجه بس اتاكد ان كل البصل والخضار اندمج مع البطاطس. تمام كده خلاص. تعالوا بقى نشوف السجق بتاعي. انا هنا عندي نص كيلو من السجق. تقدري طبعا تكتري الكميه وتضعفيها، وتضعفي كميه البصل والبطاطس براحتك. غسلاه كويس، وبعد كده هبتدي ارصه زي ما انتم شايفين كده على البطاطس. زي ما انتم شايفين انا مش مقطعاه، انا بس فكاه من بعضه مش اكتر، ورصيته على البطاطس. تقدروا طبعا تكتروا كميه البطاطس وتكتروا كميه البصل، وتعملوا صينيه كبيره او طاجن كبير على حسب ما انتوا عايزين العدد عندكم يكفي قد ايه يعني. هخلص كمية السجق كلها هرصها بنفس الشكل كده، وبعد كده هبتدي اجيب بقى كام واحدة من الفلفل الحامي. طبعا حابين تحطوا فلفل بارد براحتكم، وحابين تستغنوا عن فقرة الفلفل خالص وما تحطوهوش برضو براحتكم، زي ما انتوا حابين اللي يعجبكم على ذوقكم بقى طبعا. خلاص كده تمام. يلا بينا بقى نحضر صلصة نتشرب بيها الطاجن ده، بس عظمة على عظمة يعني. معلقتين كبار من الزيت في طاسة عندي على النار. هنزل بمعلقة كبيرة من التوم المفروم. هبتدي اقلب في التوم كده لحد ما ريحة التوم عندي تطلع. تمام كده. طبعا التوم هياخد سنة صفار بسيطة جدا مع ريحته كده. هبتدي انزل بقى بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم، وهقلب التوم كويس مع الصلصة. وطبعا هبتدي انزل كمان بطماطميتين كبار مبشورين او مضروبين في الكبة، بس يكونوا منزوعين القشر يعني. هبتدي بقى اسيب الطماطم مع الثوم والصلصة تتسبك كده حوالي دقيقة، وهبتدي كمان انزل بمكعب من المرق المطحون. طبعا الفيديو ده يا جماعة قديم، وانا بعمل لكم المنيو تجميع عشان محدش يقول لي ان الحاجات دي مقاطعة. انا بس بحب انوه عشان بتجيلي الكومنتات دي كتير ان الحاجات دي مقاطعة. هي مش مقاطعة في الوقت دوت، انا كنت بستخدمها طبعا. الفيديو ممكن يكون من ليه سنتين 3. تمام. هبتدي اسيبهم يتسبكوا مع بعض. بعد كده هضيف كمية من المية، حوالي كوباية كبيرة من المية، وهسيب الصوص ده كله يتسبك مع بعض. وهضيف عليه كمان معلقة كبيرة من البابريكا. تمام كده. طبعا ضفت له الملح بتاعه. خلاص الصلصه عندي اتسبكت، ولكن مش تسبيكه كامله يعني ايه، زي ما انتم شايفين كانت خفيفه شويه، مش عايزاها تتقل قوي. هبتدي بقى اخد الصلصه الجميله دي واشربها عندي للطاجن. الفرن عندي مسبق التسخين على درجه حراره عاليه. هاخد الطاجن بتاعي الحلو ده، هدخله في الرف الوسطاني من الفرن لمده ساعه، ساعه واحده بس. هيكون الطاجن طالع بالجمال ده. لو الفرن بتاعك حامي قوي هياخد ساعه الا ربع بالكتير وهيكون مستوي. البطاطس عندي مستويه، السجق مستوي سوا كامل. لاحظوا طبعا لو خدتوا بالكم ان احنا ما سويناش السجق خالص ولا اي حاجه قبل ما ندخله الفرن. فالسجق هنا مستوي مع الفرن، يعني مع البطاطس مع الخلطه الرهيبه اللي عملناها، كله شارب من طعم بعضه كده ومتسبك تسبيكه محترمه. ولا اروع ولا احلى من كده. تاكلوه جنب رز بعيش زي ما انتوا حابين.
وبكده أكون وصلت معاكم لآخر وصفاتنا في المنيو. زي ما شفتوا عملنا مع بعض 7 وصفات، ولا أروع ولا أحلى من كده، في منتهى الروعة. فيهم الوصفات البسيطة والوصفات السهلة والوصفات الاقتصادية، وكمان وصفات المطاعم الفاخرة زي ما بنقول. يا رب المنيو عجبكم، وكالعادة هطلب منكم تقولوا لي ايه اكتر وصفة عجبتكم في منيو النهاردة. وكمان لو حابين انفذ لكم اي وصفة ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات وهنفذها لكم في اقرب وقت ان شاء الله. احب اقول لكم لو اول مره تشوفوني، فالمنيو دايما بيكون ملخص سريع بعمله ل7 وصفات بيكونوا جاهزين للغدا، بناخد منهم افكار جديده وافكار بسيطه وسهله. خدوا منهم طبعا ليناسب ميزانيتكم. وكالعاده وفي نهايه الفيديو يعني هطلب منكم تعملوا للفيديو لايك وشير، ولو كنتوا اول مره بتشوفوني يشرفني جدا اشتراككم في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديده ان شاء الله. بحبكم في الله واقول لكم مع السلامه.